انا عايزه اخد راي حضرتك في حاجه. انا مكتوب كتابي وخطيبي ده انا مش واخداه عن حب، اتخطبنا بسرعه وكتبنا كتاب بسرعه، وكنت بروح عنده البيت وانا مخطوبه، بس ما كانش هو بيبقى في البيت عشان هو مسافر، كنت بروح بيعزموني يعني اهله. وبعدين بعد كتب الكتاب حصل ما بيننا حاجات بسيطه. هو حاليا مسافر، كلمني كده من كام يوم واحنا اصلا فرحنا فاضل عليه 4 شهور، وقال لي عليا الطلاق بالثلاثه منك، اني لما اشوفك هخش عليكي. وانا قلت له لا ما ينفعش، احنا فاضل على فرحنا 4 شهور، وانت يرضيك مثلا ان انا بحامل وانت تسافر؟ قال لي لا، ما انت هتاخدي حبوب منع الحمل. قلت له لا ما ينفعش. بيقول لي لا انت حلالي ومراتي. قلت له طالما انت عايز الموضوع ده دلوقتي امال سبت ايه اليوم الفرح؟ انا رفضت الموضوع وهو زعلان مني ومش بيكلمني، مش عارفه اتصرف ازاي. يا ريت تقولي لي راي حضرتك في الموضوع ده عشان انا تعبت والله. اتكلمنا مع بعض وكان عندها سؤال، هو لو هي رفضت طلبه هل كده تعتبر هي طالق منه؟ ودي كانت القصه. وطبعا انا حذرتها منها تطوعه، وانها لو طوعته هي الوحيده الخسرانه في الموضوع ده، هو مش خسران شيء. للاسف ساعات كتير بيحصل في جوازات حاجات زي كده، يكتب الكتاب الفرح لسه ما تمش، ما خلصوش الشقه، ما خلصوش حاجات كتير، والعريس يزن لغايه ما ده يحصل. عارفين ايه اللي بيحصل بعد كده؟ بيبقى فيه تنصل بقى من حاجات كتير، شقه ما بتخلصش، حاجات المفروض تتجاب ما اتجابتش، ويحطها هي واهلها قدام الامر الواقع. في رجاله للاسف بتستغل موضوع كتب الكتاب ده، انه كتب الكتاب ده انه يحقق هدف ما. يعني فاكرين القصه اللي انا حوالي نشرتها لكم من سنه عن البنت اللي برده كانت خلاص هتتجوز وداخلين على جواز، وقرر فجاه ان ما ياخدش الشقه اللي هم متفقين عليها ويروح ياخد شقه في حته تانية خالص وفي مكان تاني خالص تبقى قريبه من اهله هو. والقصه التانية بتاعت البنت اللي كانت متفقه مع خطيبها ان هي مش هتقعد في بيت عيله وهتقعد بره، وجي قبل الجواز على طول قال لها لا هننقل في بيت العيله عشان كاتبين الكتاب. كل دي حاجات بتحصل بعد ما العريس يحس ان هو كتب الكتاب، وفي حاجات كده ممكن يستثنيها يقدر يفلت منها. طبعا انا قلت لها انت المتضرره الوحيده لو طوعتيه، انتوا فرحكم خلاص فاضل عليه وقت قليل جدا، مفيش حاجه اسمها كده. الحاجه اللي مش هتقدري تعمليها ولا اهلك يعرفوها ما تعمليهاش. احنا ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، ايه الخلاف اللي ممكن يحصل ما بينكم، والجوازه لا قدر الله ما تتمش، في 50,000 حاجه ممكن تحصل توقف الجوازه لاي سبب. ساعتها هتضطر انت تمشيها غصب عنك عشان اللي حصل. فانا نصحتها انها ما تطوعوش ابدا. فلما قلت لها كده قالت لي طب هل كده انا ابقى طالق منه؟ طبعا دي نقطه انا لا افتي فيها، اللي يعرف راي ديني او قانوني يقول لها. هل كده لما قال لها انت تبقي طالق مني لو ما دخلتش عليكي وهي هترفض رفض بات، هل كده هي تبقى طالق منه فعلا؟ اهل القانون او الدين هما اللي يردوا في نقطه زي دي. لكن نصيحتنا ليها احنا كستات انها اوعى توافقوا على حاجه زي كده. فرح خلاص ما فاضلش فيه، وهو لسه ما يرجع من السفر كمان، يعني هيكون الفرح قرب جدا. ايه اللي يخليه يعمل حاجه زي كده وما يستناش للفرح؟ الا لو في حاجه في دماغك ومخطط ما. ده موضوع مش منطقي ابدا. الموضوع ده فيه ان في النهايه برضو هي في انتظار ارائكم. وتجميع اخير، جميع القصص اللي بتجيلي لا يطلع عليها اي حد غيري، ولا يتم نشرها الا بموافقه صاحبها او طلبه هو شخصيا زي القصه دي. النهايه كانت معكم فيبي انور، سيناريستايه، ويومكم سعيد.